السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. بص، مبدئيا كده مفيش حد فينا ما عندوش مخاوف. الموضوع مش عيب ولا حاجه نخجل منها. الخوف حاجه طبيعيه جدا، وهو وسيله حمايه بتخلينا ناخد بالنا من المخاطر. يعني الخوف ممكن يبقى سبب اننا نفكر مرتين قبل ما نعمل حاجه خطره او ناخد خطوه جديده. لكن ساعات الخوف نفسه هو اللي بيبقى عائق لما يبقى زياده عن حده ويحبسك في مكانك ويخليك مش قادر تمشي خطوه ناحيه حلمك. تعال نتكلم بالتفصيل عن كل خطوه ممكن تساعدك تتخطى المخاوف دي وتوصل لاحلامك. بس قبل ما ابدا، وانا بقلب كده في احصائيات القناه، لقيت نسبه كبيره من اغلب الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات وهي مش مشتركه في القناه. نقول تاني، ما تنساش الاشتراك في القناه وتعمل لنا لايك عشان اللايك بتاعك بيحفزنا كتير جدا. وبس كده، من غير ما نضيع وقت كتير خلينا نبدا. يلا. خلينا نبدأ ونقول إن الخوف شعور طبيعي جدا عند الناس. كتير مننا بيمر بلحظات كتير فيها خوف وتردد، سواء كان الخوف ده من الفشل، من مجهول، أو من كلام الناس، أو حتى من التغيير. ساعات الخوف بيبقى لدرجة إنه بيوقفنا مكاننا وبيخلينا مش عارفين ناخد خطوة لقدام. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو إزاي نواجه مخاوفنا عشان نحقق أحلامنا. في طرق كتير ممكن تساعدك تسيطر على خوفك وتتخطاه، بس أهم حاجة تكون مستعد تاخد الخطوة الأولى وتبدأ تفهم الخوف اللي عندك كويس وتواجهه بكل شجاعة. كلنا عندنا مخاوف مختلفة، لازم الاول تحدد نوعه وتفهم اسبابه. يعني انت خايف من الفشل ليه؟ خايف من كلام الناس، ولا خايف عشان ما تكونش قد التوقعات؟ لما تبقى عارف بالظبط مصدر خوفك بيبقى اسهل تتعامل معاه، ودي نقطه مهمه جدا، لان مجرد الفهم ده بيخليك تسيطر على جزء كبير من الخوف اللي عندك. خلينا نقول انك بتخاف من حاجه معينه، مثلا خايف تبدا مشروع جديد لانك متوقع منه الفشل. هنا مهم جدا انك تركز وتفهم الخوف ده جاي منين. اسال نفسك، هل الخوف ده جاي من تجربه قديمه زي انك جربت قبل كده وفشلت، ولا جاي من كلام الناس اللي حواليك اللي بيقولوا ان الموضوع صعب ومستحيل؟ لو هنبسط الموضوع، تخيل انك عاوز تسوق عربيه لاول مره. اول مره هتطلع فيها طبيعي انك تحس برهبه، لكن لو فهمت ان الخوف ده من حاجه جديده هتعرف تتعامل معاه. تكرار السؤال عن مصدر الخوف وسببه بيساعدك تبص له بشكل اوضح ويخليك قادر تاخد خطوات فعاله عشان تتغلب عليها. واحده من اكبر الاخطاء اللي بنقع فيها هي اننا بنحاول نهرب من خوفنا او نتجاهله. الخوف مش بيختفي لما نتجنبه، بالعكس ساعات كتير بيزيد لما نحاول نهرب منه. جرب بدل ما تهرب انك تقبل الخوف وتواجهه. ممكن تقول لنفسك انا خايف بس مش هخلي خوفي يتحكم فيا. ده التفكير اللي بيخليك تبدا تاخد خطوات صغيره تتغلب بيها على خوفك. في ناس بتحاول تهرب من خوفها بكل الطرق، سواء انها تشغل نفسها بحاجات تانية او تتجاهل الموقف كله. زي ما تكون شايف مشكله في البيت، بدل ما تصلحها بتخبيها. الهروب هنا مش حل، بالعكس بيخلي الخوف يكبر مع الوقت. لو هديك مثال بسيط، تخيل ان عندك امتحان قريب والخوف من الفشل بيخليك مش قادر تذاكر. بدل ما تهرب من المذاكره، واجه خوفك واعترف انك خايف وابدا خطوه بخطوه. هتلاقي نفسك قدرت تتغلب عليه بالتدريج. الخوف من الفشل بيوقف ناس كتير من انهم يحاولوا يوصلوا لاحلامهم. عشان تتغلب على الخوف ده لازم تكون جاهز للفشل وتعتبره جزء من الطريق. في كتير من الناجحين اللي فشلوا من البدايه، بس الفشل كان دافع كبير من انهم يحسنوا من نفسهم. خليك فاكر دايما ان كل محاوله حتى لو فشلت هي خطوه لقدام. ولازم تعرف ان كتير مننا عنده خوف من الفشل، وده بيدفع ناس كتير انها ما تحاولش اصلا وتتقبلها على انها جزء طبيعي من اي محاوله. الفشل مش نهايه المطاف، هو مجرد درس بيعلمك تعمل حاجه بشكل افضل في النهايه. طب تخيل انك بتتعلم لسه انك تركب عجله لاول مره. طبيعي انك هتقع كم مره قبل ما تعرف تتحكم فيها. الفشل هنا بيبقى مجرد محطه صغيره مش نهايه الطريق. لما تتقبل ان فكره الفشل مش حاجه بتخوفك، تلاقي نفسك قادر تجرب حاجات جديده بدون رهبه. افكرك تاني، لو حابب المحتوى اللي بنقدمه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. وبس كده. التفكير الايجابي بيلعب دور كبير في مواجهه المخاوف. لما تفكر في السيناريوهات لما تفكر في السيناريوهات لما تفكر في السيناريوهات ايوه بالظبط كده. لما تفكر في السيناريوهات سيناريو تمام. لما تفكر في السيناريو الايجابي، لما بص من الاخر، لما تفكر في السيناريو الايجابي وتتصور نفسك محقق هدفك، ده بيديك ثقه وبيقلل الخوف. حاول تتخيل نفسك في افضل صوره وعيش المشاعر دي حتى لو لحظات. التصور الذهني ده بيخلي دماغك مستعد اكتر لمواجهه الواقع وبيحسن من شجاعتك. الفكره هنا انك تتخيل نفسك في افضل صوره وتفكر في اللحظه اللي هتحقق فيها حلمك. لما تتخيل انك ناجح وتعيش اللحظه دي في دماغك، بتدي لنفسك دفعه قويه وثقه. لو عايز مثال، تخيل انك عاوز تبقى شيف مشهور رغم انك عمرك ما طبخت. قبل ما تبدا تتعلم، اقعد مع نفسك وتخيل انك واقف في مطبخ كبير وبتعمل اطباق تملى الدنيا. التصور ده بيساعدك انك تواجه الخوف وبيخليك تحس انك اقرب للهدف. مش لازم تواجه خوفك مره واحده، ممكن تبدا بحاجات صغيره. لو خوفك حاجه كبيره زي انك تتكلم قدام الناس، مش لازم تنط للخطوه الاخيره مره واحده. ابدا بحاجات بسيطه زي انك تتكلم قدام عدد صغير من اصحابك او قدام حتى المرايه. لما تبدا بحاجات صغيره بتحقق انجازات بسيطه تبني ثقتك واحده
واحده واحده، ولما توصل للموقف الاصعب هتلاقي نفسك جاهز. زي ما تكون بتتعلم عزف على الجيتار، مش هتبدا باصعب اغنيه، هتبدا بالنوتات البسيطه، وده بيديك احساس بالانجاز وبيخلي التحديات الاصعب بتبقى سهله شويه. لو فضلت مركز على خوفك عمرك ما هتلاقي نفسك بتتقدم قدام، لكن لما تركز على هدفك وتفكر في اللي عاوز توصل له بيبقى عندك دافع اقوى. حاول دايما يكون عندك صوره واضحه للهدف النهائي اللي عاوز توصل له، وده بيخليك تتجاهل المخاوف. زي ما يكون عندك هدف تعمل رحله جبال صعبه، لو فضلت مركز على المرتفعات والخوف من المرتفعات هتلاقي نفسك ثابت مكانك، لكن لو فكرت لو لحظه من جمال المناظر اللي هتشوفها من فوق ده اللي هيديك القوه انك تكمل. كتير من الناس اللي شايفينهم ناجحين دلوقتي كانوا خايفين زيك. انت ممكن تقرا عن تجارب ناس تانية وتعرف هم واجهوا مخاوفهم ازاي وتعلموا ايه منها. في ناس كتير بيشاركوا قصصهم، وممكن تلاقي قصص قريبه من ظروفك او مشابهه لخوفك، وده بيديك امل وبيخليك مؤمن انك تقدر تتغلب. زي لو عرفت قصه حد كان بيخاف من الميه وتعلم السباحه في وقت قصير جدا، وده ممكن يشجعك انك تجرب السباحه حتى لو خايف. وجود حد جنبك يساعدك ويشاركك في خطواتك ويساعدك جدا، ممكن يكون صديق او فرد من العيله. الناس اللي حواليك ممكن يكونوا مصدر دعم كبير. اتكلم مع حد بتثق فيه عن مخاوفك، ممكن يساعدك بنصيحه او يدعمك معنويا. المهم حد بيامن بيك وبيدعمك. الدعم النفسي ده بيفرق كتير جدا وبيحسسك انك مش لوحدك. مثلا لو كنت عاوز تبدا شغل جديد وخايف، ممكن صديق يشجعك ويقول لك على الخطوات اللي هو عملها، وده بيديك راحه وطمانينه. الفكره مش بس انك تواجه خوفك مره واحده، لازم تفضل تواجهه كل ما يظهر. كل مواجهه بتقويك اكتر وبتخلي الخوف يضعف. استمراريه المحاوله والتمرين بتخليك تتطور وتكبر وتبني لنفسك ثقه اكبر. الخوف مش بيختفي بضغطه زر، لازم يكون عندك استمراريه. كل ما تواجه خوفك اكتر كل ما تلاقي نفسك بتقوى والخوف بيقل. تخيل انك بتتعلم لسه ركوب العجل، كل مره هتقع وتقوم هتحس انك اقوى، وفي يوم هتلاقي نفسك بتركب العجله بسهوله. في النهايه الخوف هو مجرد عقبه نفسيه، لو عرفت تتغلب عليها هتلاقي نفسك قادر توصل لاي حلم نفسك فيه. كل خطوه بتاخدها في مواجهه خوفك بتقربك من هدفك وبتخليك اقوى. خليك مؤمن انك قادر وخد الخطوه الاولى، لان بعدها هتلاقي الطريق بقى اسهل. الدنيا مليانه فرص، بس مستنيين اننا ناخد الخطوه ونتغلب على مخاوفنا. جرب وافشل وتعلم، بس اهم حاجه ما تخليش خوفك هو اللي بيمشيك. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.